احنا كنا بنحمي ممتلكات المسيحيين زي ممتلكات المسلمين، ولم يصدر مننا أي نوع من الإساءة على الإطلاق لأي واحد مسيحي. وفي الجانب الآخر الفصيل اللي كان بيروح يهنيهم وكذا وكذا، أول ما اختلف معهم سياسيا أحرق كنائسهم وبيحرض على قتلهم الآن. الفصيل اللي هو إيه؟ اللي هم الإخوان ومن معهم اللي بتوع دعم الشرعية. ليه؟ هل نظرة الناس دلوقتي، نظرة رجل الشارع المواطن العادي لممثلي بين قوسين تيار الإسلام السياسي ما عادتش زي الأول؟ في خوف منهم، فيه رهبة، فيه كراهية؟ لا، هي الكراهية طبعا ممكن تنصب على فصيل معين نتيجة أنه سلك طريق العنف كما نرى. إنما الإخوان ومن تبعهم. السؤال: عمرك شفت سفالة